السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك للنادي الأهلي، مبروك لكل عشاق النادي الأهلي. كأس السوبر المصري على حساب نادي فيوتشر. مباراة كانت صعبة، مباراة يعني كلنا تعبنا فيها بصراحة، مش اللاعيبة اللي تعبت، احنا كمشاهدين تعبنا بصراحة والله العظيم. فالحمد لله على فوز النادي الأهلي. كأس جديد يحسب للنادي الأهلي. طبعا النادي الأهلي معودنا على كده، معودنا على البطولات. طبعا كل الاحترام لنادي فيوتشر، عمل مباراة كبيرة كبيرة اليوم بصراحة. طبعا كلنا شاهدنا الشوط الأول هجمات خطيرة ضيع للنادي الأهلي. النادي الأهلي كان مسيطر تماما تماما في الشوط الأول. وعمل كل الهجمات وعمل كل حاجة، واللعيبة كانت يعني مش مرهقة كتير بصراحة. طبعا الشوط الأول خلص 2-0 للنادي الأهلي. جينا الشوط الثاني في الدقيقة يعني حاجة و60، خطأ من مصطفى شوبير، او في حاجه في 70، مش في الحدود دي كده يعني. طبعا خطأ من مصطفى شوبير، خطأ كبير جدا من حارس كبير. اه مصطفى شوبير حارس كبير، بس فرق الخبرات بس. لكن في الايام المقبله يعني مع الماتشات بعد كده يكون حارس كبير ان شاء الله. طبعا جون مصطفى شوبير او الخطأ من مصطفى شوبير هو اللي رجع نادي فيوتشر للمباراه. طبعا الحمد لله على الفوز، الحمد لله على النتيجه. لكن الشوط الثاني الارهاق بان على لعيبه النادي الاهلي. طبعا امام عاشور طلع من الارهاق، حسين الشحات طلع من الارهاق، بيرسي تاو برضه ارهاق. طبعا التغييرات آه، عملت شويه. وموديست عمل حسنه، موديست اشتغل. هنقول المكنه طلعت قماش. يا رب تكون بدايه موديست من ماتش السوبر ده ان شاء الله، وبعد كده يتألق، وبعد كده ياخد فورمته ويرجع لمستواه الطبيعي. لان موديست لاعب كبير، والله موديست لاعب كبير، بس محتاج وقت، او محتاج بس ان هو يتأقلم شوية. فكلنا نصبر عليه. كلنا شفنا فلافيو غاب سنة كاملة ما يهدفش، وجي بعد السنة ما شاء الله بقى هداف الدوري وبقى كويس. فكلنا لازم نصبر على موديست لاعب كبير جدا، وكلنا شفناه وشفنا فيديوهات ليه كتير. فان شاء الله تكون بدايته من ماتش السوبر ده. مبروك للنادي الاهلي. النادي الاهلي دايما معودنا على البطولات، معودنا على الانجازات. ودي ما يعني دي النادي الاهلي دي اللي ما ينامش جماهيره زعلانه. طبعا الحمد لله على الفوز، الحمد لله على كاس السوبر بنظامها الجديد، نظام جميل، والفرق كلها جميله بصراحه. لشركة بيراميدز، سيراميكا، فيوتشر، النادي الأهلي، أربع فرق عملوا مستوى كويس، عملوا بطولة كويسة. مبروك للنادي الأهلي البطولة. مبروك لكل عشاق النادي الأهلي. طبعا هنتكلم في التفاصيل وهنتكلم في الفنيات في فيديو إن شاء الله هينزل تاني. بس أنا بتكلم معاكم دلوقتي، أنا فرحان زي ما أنتم فرحانين بالظبط. فرحان بفوز النادي الأهلي، فما عنديش كلام تاني إن أنا أقوله. لكن المباراة فيها كتير، المباراة شهدت حاجات كتير، شهدت إرهاق. واحنا نشكر لاعيبة النادي الأهلي ونشكر النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي. لأن النادي الأهلي إرهاق يا جماعة يعني. الماتشات ورا بعض، الماتشات ورا بعض، ففي إرهاق في اللعب، أو تلاحم الماتشات. فالحمد لله على فوز النادي الأهلي. مبروك لكل عشاق النادي الأهلي. مبروك لموديست. إن شاء الله تكون بدايته من هنا. آه، دلوقتي عايزين نحتفل دلوقتي. النادي الاهلي هو نمبر 1. فمبروك علينا ومبروك على كل الاهلاويه. وان شاء الله هعمل فيديو تاني ونتكلم على الفنيات ونتكلم على الارهاق ونتكلم على كل حاجه. دلوقتي بس نحتفل، وان شاء الله في فيديو تاني هنزله لكم قريب. السلام عليكم ورحمه الله.